ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده هنعمل شربات الحلويات او السيرب. هنعمله لجميع حلويات رمضان: الكنافه، القطايف، البقلاوه، صوابع زينب، كل حلويات رمضان. هنعمله بطريقه جميله جدا وهيبقى شفاف معاكي ولونه ذهبي، وهنعمله بطريقه ما تخليهوش يسكر معاكي او يعمل حبيبات بلوريه ان هو يفسد معاكي على طول. زي ما انتم شايفين عملت الكميه دي. هجيب هنا معايا، انا عملت كوبايتين من المية معاهم 4 كوبايات من السكر. الكمية المية بتبقى نص السكر على طول. هجيب المية كده واغليها على النار وبعدين انزلها علشان ادوب فيها السكر يدوب معايا على طول، علشان ما اقلبش على النار ويعمل حبيبات خرز معايا. هنا حطيت مع 4 كوبايات سكر وقلبت كده، بس قلبي بالراحة. انا هنا عشان مسرعة الفيديو. وبعدين اجيب نص كوباية صغيرة من عسل الجلوكوز بتاع الحلويات، هو متوفر في السوبر ماركت. نزليه، هو قوامه تخين كده علشان احنا كمان في البرد، فهو متماسك معايا. كمان المية المغلية هتساعد ان هو يفك معاكي على طول، وهتساعد السكر، هتخلي كده السكر يدوب معايا بسرعة، والعسل الجلوكوز قبل ما ارفعه على النار. لان خطوة التقليب كتير على النار هتخلي السكر يطلع على جدار الحلة، وهو ده اللي هيعمل حبيبات خرز عليه. فانا كده ضمنت ان السكر داب قبل ما ارفع الحلة على النار. حطيت بقى الحلة على النار، ولعت النار، وبعدين اول ما اخد غلوة معايا هديت النار شوية وسبته 5 دقايق على النار. بعد ال5 دقايق عصرت عليه نص ليمونة. بعد ما عصرت نص الليمونة اسيبه كمان 5 دقايق على النار، وبعدين اطفي النار عليه. هو بياخد حوالي معايا 10 دقايق بالظبط، ما تسيبوش كتير على النار علشان لونه ما يغمقش معايا. بعد ما طفيت عليه سبته يهدى شويه، وبعدين وهو دافي كده حطيته في البرطمان. شايفين لونه؟ يعني لونه شفاف جدا وذهبي، وكل ما بيبرد كل ما بيتقل معايا. انا هنا حطيته في البرطمان وهو دافي، وكان قوامه لسه سايل شويه. كل ما بيهدى ويبرد معايا بتحسي ان هو قوام بتاعه اتقل. اهو شايفه جبتهولك بقى بعد ما برد تماما، قوامه تحفه. يلا جربيه بالشكل ده، وهي دي الطريقه الصحيحه والطريقه الناجحه لعمل السيرب او شربات الحلويات. وكل سنه وحضراتكم طيبين.